من بعد ما الأهلي أعلن رسمياً إقالة الإسباني خوسيه ريبيرو من تدريب الفريق بعد الهزيمة قدام بيراميدز 2-0 في الدوري، بدأت الإدارة تدور بسرعة على البديل المناسب اللي يقدر يشيل الفريق ويرجع بيه لمكانه الطبيعي سواء محلياً أو أفريقياً. الأهلي معروف إنه دايماً بيدور على مدرب صاحب سيرة قوية واسم كبير في أوروبا أو في البطولات المهمة علشان الجماهير تبقى مطمنة إن الفريق في إيد أمينة. ومن هنا جه اسم السويسري أورس فيشر على طاولة المفاوضات. المدرب ده عنده خبرة طويلة وحقق نجاحات محترمة سواء في بلده سويسرا أو حتى في ألمانيا مع يونيون برلين، واللي رفعهم من فريق عادي لمشاركة تاريخية في دوري أبطال أوروبا. وعلشان كده طبيعي جدا إن الأهلي يحط عينه عليه ويشوف لو ينفع يكون هو المدرب الجديد بعد ريبيرو. لكن في عقبة وحيدة واقفة قدام الصفقة دي وممكن تعطل الإعلان الرسمي. العقبة دي ببساطة إن فيشر متمسك بشرط واضح جدا في عقده. لو الأهلي يفكر في الاستغناء عنه قبل ما مدة العقد تخلص، لازم ياخد كل مستحقاته المالية لحد آخر يوم في العقد. ليه الشرط ده عامل أزمة؟ إدارة الأهلي مش بتحب النوع ده من الشروط، لأنهم اتلسعوا كتير قبل كده من المدربين الأجانب اللي كانوا بيجوا وياخدوا فلوس كبيرة وبعد شوية النتائج تبقى سلبية فيضطروا يمشوهم، وفي الآخر النادي يفضل يدفع تعويضات ضخمة. الجماهير كمان عندها حساسية من الموضوع ده، خصوصا بعد أزمات حصلت مع مدربين قبل كده زي رينيه فايلر وجوزيب زيرو وغيرهم اللي الأهلي دفع لهم مبالغ ضخمة بعد فسخ العقود. فالإدارة دلوقتي عايزة تلاقي صيغة وسط ترضي الطرفين. فيشر عايز يضمن مستقبله المالي لو حصلت أي مشكلة، والأهلي عايز يحط بنود تحميه من الخسائر المادية لو المدرب فشل أو مشي بدري. موقف فيشر نفسه، اللي معروف إن فيشر كان بيفضل يكمل في أوروبا. الراجل مش من نوعية المدربين اللي بيجروا بسرعة ورا أي عرض خارجي، بالعكس هو كان مستني عرض مناسب سواء من الدوري الألماني أو من دوريات قريبة من سويسرا. لكن لما جات له مفاوضات الأهلي بدأ يفكر جديا، خصوصا مع القيمة المالية الكبيرة اللي النادي الأحمر بيعرضها. الأهلي مش بس بيدور على مدرب أي كلام، لا ده عامل حسابه إنه يجيب مدرب له اسم وهيبة علشان يحسس اللعيبة إن في شخصية قوية هتمسك الدفة. وده اللي مخلي المفاوضات ماشية لحد دلوقتي. مين هو أورس فيشر؟ علشان نكون عارفين مين المدرب اللي الأهلي بيحاول يتعاقد معاه لازم نبص على تاريخه. بدأ مسيرته التدريبية مع نادي زيوريخ السويسري سنة 2010 وحقق معاهم نتائج كويسة. في 2013 مسك فريق ثون السويسري. في 2015 جه وقت القمة مع بازل اللي هو واحد من أقوى الفرق في سويسرا، وقدر معاهم يثبت نفسه بشكل كبير. لكن الإنجاز الأهم في مسيرته كان مع يونيون برلين الألماني اللي مسكه في 2018 وقدر يصعد بيه من وسط الجدول لحد ما وصل بيه للمشاركة في دوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023. ودي كانت لحظة تاريخية للنادي الألماني. يعني الراجل مش مدرب صغير، لا ده اسم كبير عنده خبرة مع فرق محترمة جدا، ومش غريب إن الأهلي يحاول يجيبه. الأهلي بعد ريبيرو ليه محتاج مدرب زي فيشر؟ الكل عارف إن الأهلي في الفترة الأخيرة مش بيقدم الكورة اللي الجماهير متعودة عليها. ريبيرو لما مسك الفريق مفيش شك إنه حاول، لكن أفكاره ما ركبتش على أسلوب الأهلي ولا على شخصية اللعيبة. الهزيمة من بيراميدز كانت القشة اللي قصمت ظهر البعير، والجماهير والإدارة فقدوا صبرهم. الأهلي دلوقتي محتاج مدرب عنده شخصية قوية يقدر يسيطر بيها على غرفة الملابس، خبرة تكتيكية عالية يخلي الفريق يواجه أي منافس محلي أو إفريقي، قدرة على التعامل مع الضغوط الكبيرة اللي موجودة في الأهلي سواء من الجماهير أو الإعلام أو الإدارة. وكل الصفات دي موجودة في فيشر. ليه الموضوع مطول؟ الناس بتسأل ليه لسه الأهلي ما أعلنش رسميا عن التعاقد مع فيشر؟ الإجابة إن المفاوضات ماشية، لكن الشرط الجزائي اللي فيشر مصر عليه هو السبب في التأخير. لو الإدارة وافقت يبقى الإعلان هيبقى قريب جدا، لو ما اتفقوش ممكن الأهلي يغير وجهته ويدور على اسم تاني. لكن الغالبية شايفة إن الطرفين ممكن يوصلوا لنقطة وسط، زي مثلا إن الأهلي يوافق على شرط جزائي كبير لكن مش كامل العقد، أو يحط مدة زمنية معينة للتعويض. رأي الجماهير منقسمة كالعادة. في ناس شايفة إن فيشر هو الأنسب وإن الأهلي لازم يضحي ويدفع علشان يجيب مدرب كبير، وفي ناس تانية شايفة إن الشرط ده خطر وممكن يورط النادي في مصايب مالية لو المدرب فشل أو مشي بدري. لكن في النهاية الكل متفق إن الأهلي محتاج مدرب على مستوى عالي بسرعة، لأن الفريق مش ناقص تجارب جديدة. الخلاصة، الأهلي دلوقتي واقف على باب قرار مصيري، إما إنه يوافق على شروط فيشر ويتعاقد مع مدرب صاحب اسم وخبرة، أو يرفض ويدور على بديل تاني.
اللي باين إن المفاوضات قربت توصل لنقطة حاسمة، واللي هيفصل في الموضوع هو الشرط الجزائي اللي مصر عليه فيشر. الجماهير مستنية الإعلان الرسمي، لكن لحد دلوقتي يفضل السؤال: هل الأهلي وافق على شرط فيشر ويتعاقد معاه، ولا يقرر يغير الاتجاه ويدور على مدرب تاني؟